ساعة رحيل الحاج جابر وعيلة حوارات فص ملح وداب حداد على أبوهم لحد ما ظهر حمدي وأخوه محمود وعيالهم مرة تانية مع بعض، وشكلهم هينفذوا وصية الحاج اللي كان نفسه يشوفها على حياة عينه. كواليس فيديو حمدي ومحمود حوارات، يا ترى نفذوا وصية أبوهم وتلم شملهم؟ وإيه سر غياب محمد أخوهم؟ يا ترى مش عايز يتصالح حتى بعد رحيل أبوه الحاج جابر؟ أسرار كتير هنعرفها في الفيديو ده. كان نفسه يشوفهم متجمعين على حياة عينه قبل ما يرحل. وصى أخوهم حسن ومحمد يسعوا في الصلح حتى بعد رحيله، وقال لهم كلمة واحدة: خليكم إيد واحدة زي ما كنتوا، ودي آخر وصية ليا. فيديو لحمدي ومحمود حوارات قلب السوشيال ميديا كلها، والكل عنده فضول يعرف هو بكده نفذوا وصية الحاج جابر ولا فيديو قديم ليهم مع بعض. ساعة رحيل الحاج جابر وهم وقفوا فيديوهات وصور وستوريهات وعاملين حداد على روحه، وكل واحد فيهم في حالة انهيار بعد الخبر، لدرجة حمدي ووفاء تحسوهم فص ملح وداب. وده رغم شغلهم وسفرهم في تركيا، لدرجة الكل اتوقع انهم نزلوا مصر ودفنوا الحاج جابر مع اخواته محمود وحسن ومحمد، ولكل واحد فيهم دخل في نوبة اكتئاب بعد ما كان رجع ليهم الامل بعد رجوع الحاج لبيت العيلة، وكان عايش على المسلوق وخاسس، وكانوا فرحانين بيه، بس فجأة الحاج راح منهم. وعيلة حوارات بقت حزينة جدا بسبب اللي حصل، وما بقوش مصدقين انه ما بقاش موجود في يوم وليلة. الحاجة سعدية في حالة انهيار بعد رحيل أبو عيالها وسندها في الدنيا. حمدي لغاية دلوقتي ما ظهرش، وفي اللي قال جه وحضر الجنازة والعزا وسافر تاني تركيا، أو طلع وسافر على أوروبا على طول زي ما كان بيقول إن عنده شغل في دول أوروبا، ولكن محدش فيهم طلع وحكى التفاصيل. وانتشر مقطع فيديو قلب السوشيال ميديا كلها، والكل توقع بأن عيلة حوارات بعد رحيل الحاج جابر اتلم شملهم من تاني. حمدي شكله هينفذ وصية أبوه الحاج جابر، ورغم انه كان نفسه يشوف حمدي قبل ما روحه تطلع، ولكن فات الاوان وظهر حمدي في فيديو مع اخواته وعيالهم وهو واخدهم بالاحضان وجمعهم هم وسلايفهم حوارات، بيصالحهم وبيلم شمل العيله من تاني بعد خلافات عدى عليها سنين وسنين، وكل واحد بقى في حته مختلفه عن التاني، وكل واحد بقى في مكان شكل غير التاني. ولكن الغريبه انه كله ظهر في الفيديو الا محمد حوارات كان مختفي، وسر غيابه ناس اتقسمت لفريقين، ان الفيديو قديم وساعتها محمد كان مسافر بره مصر، او السبب الحقيقي هو وجود مشكله ما بينهم. وطلع قبل كده محمد حوارات في لايف على التيك توك واعلنها صراحه حتى قدام ابوه الحاج جابر، وقال انه مش هيتصالح مع اخوه حمدي مهما حصل، لان هو ووفاء جم على كرامته قوي وجم على كرامه مراته الاء، فكان عندهم شروط ان هم يتصالحوا علشان يلموا شمل العيله من تاني، وهو ان حمدي ومراته وفاء يعتذروا ليه قدام الناس كلها وقدام المتابعين علشان كرامته وكرامه اهل بيته خط احمر، وهم جم عليها، فعلشان غير كده ما في صلح نهائي ما بينهم، وهيفضلوا مقاطعين بعض حتى بعد رحيل الحاج جابر. فيا ترى تفتكروا في امل نشوف عيله حوارات ايد واحده بعد رحيل كبيره الى عيله الحاج جابر، ولا خلاص الصلح مش خير والخلافات هتفضل موجوده؟